السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أخواتي من جديد في قناتي وقناتكم مطبخي البسيط مع حليمة. نتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نديرو كيك ديزاين، أول تجربة ليا ديال كيك ديزاين. بغيت أنني نشاركها يعني معكم. نشارك معكم التفاصيل كلها، بالصح وبالغلط، يعني بالحاجة اللي صدقات ليا والحاجة اللي ما صدقاتش ليا. يعني غادي نشارك معكم حتى الأغلاط اللي درت، بحكم أنها أول تجربة إن شاء الله تستافدوا منها نتوما وأنا. هنا عندي في المقادير 4 البيضات، 2 فانيات، 1 الخمارة، عندي 3 كيسان ونص ديال الدقيق الأبيض الممتاز يكون مغربل، وعندي 2 كيسان ديال السكر سنيدة، وهنا عندي 2 كيسان ونص ديال لا كريم فريش. يعني غادي نديرو المولي كيك اولا لاير كيك نحتاجو فيه لا كريم فريش. غادي ناخذ لا كريم فريش تكون بارده ونطربها حتى تولي شونتيي، وغادي نحطها في الثلاجه، يعني تبقى بين ما نوجدوا الخليط. تكون بهذا الشكل هذا. صافي غنحتفظوا بها وندوزو نوجدوا الخليط. في المقادير كما قلت لكم 4 البيضات، غادي نديرو مع 2 كيسان ديال السكر كلاص، عفوا السكر سنيده والفاني. غادي نخلطوا هذا الخليط هذا مزيان حتى نحصلوا واحد الخليط هكذا يكون فاتح. من بعد غادي نبداو نزيدوا الدقيق والخمارات شويه بشويه، خماره غير وحده، شويه بشويه نبدا نطلعوا من التحت للفوق. نبقى كنطلعوا من التحت للفوق بشويه، ما نزربوش نهائيا باش ما يخواش لينا داك الخليط من داك الهواء اللي فيه. نبدا نزيد كميه بالدقيق شويه بشويه حتى غادي نكملها من التحت للفوق. من بعد ملي غنكمل الدقيق غادي نبدا نزيد في لا كريم فريش، حتى هي غادي نهبط شويه من التحت للفوق للتحت للفوق باش يحافظ على كما قلت لكم على داك الهواء اللي فيه. من بعد غادي ناخذ بابي الومنيوم وهذا ورق ديال الطبخ، يعني غادي نغلف به المول مزيان، وغادي نكب فيه الخليط وغادي ندخلو الفران يطيب بحال الكيك العادي، غير هو كيحتاج لوقت طويل. وجدت سيرو ديال حامضه وكاس ديال السكر وجوج كيسان ديال الماء، درتهم كيطبخوا واحد يعني واحد شويه مزيان تيولاو سيرو. هنا عندي لا كريم فريش، غادي نحتاجو فيها 3 ديال الكيسان يكونوا ديال العنبه، وغنحتاجو واحد 400 غرام ديال الشوكولات يكون يعني ماركه مزيانه. غادي نغليو داك لا كريم فريش مزيان، من بعد نحطو فيها داك الشوكولات ونبداو نحركوه حتى نحصلوا على واحد الخليط هكذا يكون متجانس. صافي غنخلطوه مزيان. من بعد غادي نجيبو واحد البلاستيك ونديرو عليه هكذا من الفوق باش ما يديرش لينا القشره. غنمشيو نوجدو الطبقه المقرمشه. هنا عندنا البخاليني ديال اللوز، وعندي هنايا واحد 100 غرام ديال الفيتين، اولا خديت انا تقريبا 20 درهم. وهنا عندي واحد 200 غرام ديال الشوكولاط اسود تا يكون يعني نوع، يعني الماركه ديالو تكون مزيانه. كندوبو الشوكولاط وكنزيدو ليه البخاليني ونخلطو مزيان تقريبا حتى جيت واحد 4 معالق. غادي نزيدو داك الفيتين باش نحصلوا على واحد الطبقه هكذا تكون مقرمشه. نزيدو شويه بشويه نحطو على جنب، وغادي نمشيو باش نقطعوا ان شاء الله الكيك ديالنا. بطبيعه الحال يكون بايت في الثلاجه اولا يكون ضال فيها، المهم خصو يبرد مزيان على خاطر باش ما يتفرتش. كنقطعوه هكذا، نحاولوا ان نقطعوه مقاد. انا قطعته على 4 ديال الطبقات، وغادي نسقيه بالسيرو ان شاء الله. كما قلت لكم درت فيه 2 كيسان ديال الماء مع كاس ديال السكر حامضه. الا بغيتو تضيفوا فاني خليوه يطبخ تقريبا واحد 10 ولا 15 دقيقه. عطينا بحال ما هكا. كندهنها بشي الكريمه. انا هزيت نص ديال الكاناش وطربتها مزيان، هي باش غادي طربتها بالطراب طلعتها شويه باش تكون كاناش مونطي. من بعد كنحطوا الجينواز نسقيوها بالسيرو. من بعد كنجيبوا ديك الطبقه المقرمشه وكنحطها هكذا طبقه اولى. كنجيبوا داك الكاناش اللي صوبنا بالشكلاط والكريمه كنطربوها كما قلت لكم، ونديروا واحد الطبقه من الفوق، ومن بعد كنزيدوا طبقه اخرى ديال الجينواز وكنسقيوها باش كتجي هكذا مفزقه ما تجيش ناشفه. وكنديروا طبقه اخرى ديال الكاناش من الفوق. كنحاولوا ان نسرحوها. كنجيبوا شوكولات، انا درت هذا كيندر، غادي نديروا هكذا طريفات من الفوق. وغادي نجيب الجينواز يعني الطبقه الثالثه.
غادي نقادها هكذا من الفوق، نعاود نسقيها، وغادي نجيب داك الكاناش نديرها هكذا من الجنب، ومن بعد ندير داك اللي بقى ليا من داك الطبقه المقرمشه ديال الفيوتين والبخاليني والشكلاط، وغادي نزيد شويه ديال الكريم هكذا من الفوق اولا الكاناش. صافي غادي ناخذ الطبقه الرابعه، غادي نسقيها، ما غاديش نحطها من الفوق، غادي نسقيها هي الاولى، عاد غادي نحطها من الفوق. داك الكاناج ديالي من بعد ما شدات في راسها راه كتكون بهذه الطريقه هذه، يعني كتحتاج واحد ساعتين ولا 3 سوايع صافي راه كتوقف. غير ما نحطوهاش في الثلاجه نهائيا، تبقى غير هكا على برا باش هكذا ايطالي لك مزيان الكيك اولا كيك ديزاين. كنبداو هكا نديرو هكذا من الجناب مزيان، نعمرو داك الفراغات اللي كاينين. حاولت انا نسرع شويه الفيديو باش ما يجيش طويل بزاف، المهم غير بغيت نشارك معكم التجربه الاولى. صافي كنبقى نقاد هكذا مزيان، نحاول نعمر دوك الفراغات اللي كيكونوا في الجناب. شدت فراسه شويه جبتها عاوتاني، يعني حطيتها في الثلاجه واحد 4 ساعات، جبتها عاوتاني. غير هو الغلط اللي درت انايا انني حطيت الكاناش في الثلاجه، ما خصنيش نحطها في الثلاجه، كنت مزروبه خصني نقضي شي غرض، حطيتها في الثلاجه، ما كانش خاصني انني نحطها نهائيا، هذا غلط درته. وكان لازم انني ما نتسناش عليها، يعني غير خصها واحد ساعتين عاد باش تطلق تاخد حراره المطبخ. انا كنت مزروبه خصني نمونطي الكيك ديك الساعه. صافي واخا عذبني شويه ولكن ماشي مشكل، غنحاول انني نقاد مزيان الفورمه ديال هاد الكيك هذا. عمرت القنيتات مزيان، يعني درت واحد الطبقه هكذا على برا، وغادي نحاول انني نقادها. كان ايطاليو هكذا من الفوق ومن الجناب باش نعطيوها الفورمه ديالها تكون مقاده. وتا داك الديسك غولون كيعاونني بزاف انني كنبدا نحركها على خاطري ونقادها مزيان. هاد البلاستيكه حتى هي راه الديسك غولون كيدير تقريبا 30 درهم ولا 25 درهم ما عقلتش، والبلاستيكه راه كدير وقيله حتى هي شي 13 ولا 15 درهم، يعني ما غاليينش بزاف وكينفعوا بزاف في الكوزينه. غنحاول انني نقادها هكذا مزيان، نبقى نقاد فيها مزيان حتى نحصل على الشكل اللي بغيت، يعني ما يبقاش هكذا عوج ليا من الجناب. كما قلت لكم واخا عذبتني شويه هاد الكاناش اللي حطيت في الثلاجه، ولكن ماشي مشكل. المهم هذا غلط يعني باش قلتو باش ان البنات يستافدوا منه، بطبيعه الحال اللي عندهم اهتمام بهذا المجال هذا ديال الكيك ديزاين. غنبدا نقاد هكذا مزيان. صافي غادي نعاود نحطها في الثلاجه واحد 4 ساعات، ومن بعد نجبدها ونعاود نقادها عاوتاني، ندير فينيسيون باش تجينا هكذا ليس هكذا، يعني من برا تجينا رطبه ومقاده. انا جبت عجينه ديال السكر، الصراحه انا خديتها تقريبا كيلو ب50 درهم، خديت هذا اللون هذا زرق نيشان. بديت كان نبسطها هكذا فوق الرخامه. بطبيعه الحال كنستعنوا اولا كنعاونوا بالنشا باش ما تلصقش لينا، كنرققوها، ما رققوهاش بزاف باش ما تقطعش لينا، ولكن المهم كنحاولوا اننا نقادوها مزيان. لا فيها شي فقاعات كنجيبوا غير واحد الكيردون كنتكوها به ومن بعد كنقادو. صافي هنا راها كتكون واجده، نسرحوها مزيان باش ميبقاوش فيها الطوايع، وكنروليوها على الدلاك، ومن بعد كنهزها وكنجيب الكيك ديالنا من بعد ما يعني راه نشف، كنحط هكذا من فوق. راه ساهله البنات، ما يعني كاين اللي كيسمع هكذا كيك ديزاين كيجي صعيب، ساهله راه ما يعني ماشي شي حاجه صعيبه، خاصك غير تبعو المراحل تكون مقاده. هنا كنبقى نهبط وفي نفس الوقت كنبقى نملس هكذا من الجنب، وانا كنحل داك الطويات ولا داك التنيات ديال العجينه ديال السكر، وانا كندور بطبيعه الحال. الا بغيتو تستعنوا بهاد البلاستيكه هذه راه كتعاون. كنبقى هكا نهبط هكذا شويه من الجناب،
حتى كيتحيدوا داك التنيات تماما. من بعد غادي نجيب واحد الموس وغادي نقطع داك العجينه ولا داك الفائض ديال العجينه ديال السكر. الكيك من ديروه في الثلاجه ضروري انكم ديروا ليه هكذا بلاستيك غذائي من الفوق باش ما يعني باش ما يدخلش لكم البروده. ومن تجيو ديروا عليه العجينه ديال السكر يندي، يعني ضروري انكم تغطيوه. هنايا كنبقى نقاد هكذا الجنيبات باش يجوني مقادين بهاد البلاستيكه هادي. صافي الشكل ديالو تقريبا راه واجد. هنا خديت غير كرتون رسمت فوقه هاد الاشكال هذه اللي بغيت، ومن بعد قطعته ويعني وحطيته على العجينه وبقيت كنقطع بالموس هكذا من الجناب حتى حصلت على هاد الاشكال هادو. هنا غادي نلصق هاد الراس ديال ميكي ماوس بهذا الشكل هذا من الفوق. يعني الا كان هكذا مندي شويه ما تحتاجوش انكم تلصقوه بالماء، غير يلصق راسو. كان الكيك اولا عفوا العجينه ديال السكر ناشفه، استعنوا هكذا بشويه الماء ولصقوها شويه. قديت هاد الشكل حتى هو، يعني هاد الشكل هذا اللي بالاحمر. من بعد درت ديك الرجيله هكذا بالصفر. من بعد كنحط هاد الجديده هادي، يعني كتقطعوا غير كما قلت لكم هذا ورق، داك الورق المقوى، وكتحط ترسموا عليه هاد الشكل اللي بغيتو. ومن بعد كتقطعوا تحطوه على عجينه ديال السكر. ومن بعد كتاخذوا الشكلات اللي عجبوكم. درت هاد الرؤوس هكذا ديال ميكي ماوس. يعني هاد الاشكال ممكن تعلموا لهم من اليوتيوب، يعني غديروا غير كيك ديزاين غيطلعوا لكم اشكال بزاف، ويعني ناس محترفين في هذا المجال غادي تتعلموا منهم بزاف 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 ديال الحوايج. صافي كندير داك هكذا بحال الشجيره داك اللون هكذا مارو. من بعد كندير باش غادي ندرق داك العيب اللي كيكون في التحت. غادي ندير هاد الشجيرات هادو ولا هاد الشكل هذا على شكل اعشاب. غادي نبقى غادا وكنحط حتى كندور على الكيك كله. صافي هنا راه تقريبا كنكون ساليت. بقات ليا غير السميه وداك الميكي ماوس اللي حطيت هكذا من فوق السميه هكذا. كناخذ هذا السيليكون هذا وكنكتبها فيه. كتبت هنايا عمران. هنا واحد الكيردون كنحط عليه هاد ميكي ماوس هذا، حتى هو خديت الطريقه ديالو من اليوتيوب. يعني راه كاينين كما قلت لكم ناس محترفين، يعني كيصاوبوا شي اشكال زعما صراحه رائعه وزوينه بزاف. يعني حاولت انني نطبق هاد الشكل هذا ديال ميكي ماوس. حطيته هكذا من الفوق، حاولت نقاد ليه اليديده ديالو هكذا من الجنب. صافي هنا غير الفينيسيون. بقات لي كما قلت لكم السميه، غادي نديرها بالسيليكون. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديزاين ديالنا. يعني كما كتشوفوا كيجي سهل بسيط، ولكن كيجي رائع في الشكل ديالو. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم. لا عجبكم خليو لي لايك وخليو لي تعليق كتشجيع منكم ليا. الى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.